ازيكم عاملين ايه؟ معاكم محمد علام ادمن منفذ بيع البادج الاسترالي. انا كنت نزلت 4 حلقات قبل كده، وان شاء الله دي الحلقه الخامسه. كنت قايل لكم ان انا هنزل على الجينات، بس طبعا الجينات دي اخدت مني وقت كتير على ما صورتها. ان شاء الله تنزل الاسبوع اللي جاي. ننزل حلقات عن الطفرات، ومنزل يعني ايه استرالي عادي، يعني ايه باندد، يعني ايه لاتينو، يعني ايه سبنجل، يعني ايه كورك، يعني ايه شوشه دبل شوشه، يعني ايه طفت. دي كلها مسميات للبادجي لازم المربيين يبقوا عارفينها. لازم يبقى المربي عارف اللون ده بيطلع ازاي، علشان اصلا هي اصل الهوايه والابداع في الهوايه ان انت تبقى انت بتجمع لون مع لون علشان تطلع لون. تمام. وطبعا مش على طول بتطلع الالوان ديت. يعني انا لو جبت لون اصفر مع لون ازرق على سبيل المثال هطلع لنا اخضر مثلا، مش على طول هطلع لنا اخضر، مره هطلع لنا اخضر، مره هطلع لنا ازرق، مره طلع لنا الوان ثانيه. تمام. يعني ايه سينامون، يعني ايه سبانجل دبل فاكتور، يعني ايه دبل فاكتور اصلا، يعني ايه سنجل فاكتور. دي كلها حاجات لازم نعرفها. انا بس الحلقه دي نزلتها علشان اقول لكم ان انا متابعكم وان انا مش ناسيكم والله العظيم. انا عارف ان ناس كتير قالت لي وبعتت لي احنا عايزين الفيديو هينزل امتى مش عارف ايه. انا بس والله مشغول، بس شويه مشاغل كده ورايا وان شاء الله تخلص وبطمنكم. وان شاء الله في الصيف ده في حاجات حلوه كتير وهنشوفها مع بعض باذن الله. عايز بس قبل ما اشرح موضوع الطفرات هقول ان احنا في فتره الصيف من بدايه شهر 5 اللي هو مايو لما الجو بيحرر لحد شهر 10، ال5 شهور دول بنبتدي نريح فيهم الطيور علشان ناخد انتاج كويس في شهر الشتاء. تمام. دي الحاجه الثانيه في الشتاء كنا احنا بنحط النسب في الاكل متساويه، بنحط كيلو دنيبه، كيلو بنكم، كيلو فلارس، كيلو دنيبه، كيلو بنكم، كيلو فلارس. والفلارس ده في بعض الدول العربيه بيسموه دخن. تمام. في الصيف هنحط لكل كيلو دنيبه هنحط له ربع فلارس وربع بنكم. لو في زغاليل هنحط لكل كيلو دنيبه نص بنكم ونص فلارس. عايزينكم تعرفوا الموضوع ده كويس علشان لا يحصل لا قدر الله تلييس للطيور. طبعا عارفين الخضروات بتتقدم مرتين في الاسبوع، سواء جزر او جرجير او خيار، وانا اتكلمت قبل كده قلت كل حاجه فايدتها ايه. وانا مش هطول عليكم في الفيديو، بس ان شاء الله الاسبوع الجاي هينزل الطفرات باذن الله. هتنزل مش حلقه واحده، هتنزل حلقات، كل حلقه هنتكلم عن نوع شكل. واشوفكم على خير ان شاء الله. كان معاكم محمد علام ادمن منفذ بيع البادج الاسترالي. شكرا.